السلام عليكم، أنا كينج سكال والنهارده أنا جاي أكلمك عن نو مانز سكاي، اللعبة اللي نزلت من 2016. كل المراجعات قالت عليها إنها لعبة خرا. نو مان سكاي لعبة خايسة. نو مان سكاي هذه كارثة 2016. لكن في المقابل جاءت بمحتوى ضعيف جدا جعلها تواجه انتقادات عنيفة. هذه أكثر لعبة مملة بسنة 2016. لكن زيها زي سايبر بانك بسبب طمع رجال الأعمال، اللعبة كانت نازلة بمشاكل كتير قوي وأخطاء أكتر ونقص في حاجات كتير جدا. من المطورين قالوا إنها هتكون موجودة لكن للأسف ما كانتش موجودة، وعلى مرور أكتر من 9 سنين اللعبة فضل ينزل لها تحديثات كتير جدا عشان تكون أخيرا بالعظمة دي. فمن غير ما اطول عليك يا جميل، عايزك تدعي لاهلك واخواتك وما تنساش المقاطعه ارجوك، وخلينا نبدا. نو مانز سكاي لعبه مزيج من نوعين، وهي سبيس اكسبلوريشن او استكشاف الفضاء والسرفايفل. اللعبه فكرتها الاساسيه انها تديك حجم ضخم جدا، لا بجد ضخم جدا، في مليارات الكواكب، حرفيا كون كبير قوي مليان كواكب، وكل كوكب بيتميز ببيئة خاصة بيه وموارد مختلفة موجودة عليه ومخلوقات خاصة بتكون موجودة على الكوكب ده. والحلو والجامد ان كل كوكب تقدر تروحه وتستكشفه وتشوف الحياة اللي فيه وتسجلها، وتسجل كل الأنواع الجديدة اللي أنت هتقابلها من مخلوقات بقى أو نباتات أو حتى أشكال صخرية مميزة. زائد أنت كمان ممكن تدور على كوكب ما يكونش بيئته صعبة، يعني الكوكب ما يكونش ناري درجة حرارته 311 مثلا، أو كوكب متجمد، أو كوكب فيه غاز سام. لا، تدور على كوكب فيه أكسجين، مية، يكون المخلوقات اللي عليه مش عدائية، وتستوطنه. تبني قاعدة ليك عليه. انت تقدر تبني القاعده بتاعتك في اي داهيه عادي في الكون، يعني بس الكون كبير كده كده ومليان حاجات، بس ما اظنش اني احب ابني القاعده بتاعتي على كوكب مولع زي الجمره يعني. والنقطه دي تاخدنا للسرفايفل، اللي لازم تجهز نفسك ضد كل البيئات اللي هتقابلها، سواء كوكب ناري وتخلي بدلتك تستحمل الحراره، او كوكب قريب جدا من الشمس لونها ازرق مثلا، فالكوكب ده بيكون مشع وبيطلع اشعاع ممكن يقتلك، او حتى كوكب مائي فتخلي بدلتك تقدر تنزل الميه اطول فتره ممكنه. ده غير انك لازم تحضر نفسك دايما بموارد وحاجات كتير عشان تقدر تكون جاهز للرحلات بتاعتك. معظم اللي انت بتجهزه بيكون اكسجين او طاقه ليك ولبدلتك وللسفينه بتاعتك طبعا. ده غير ان الرحله هنا بتكون عباره عن رحله عبر المجره كلها، يعني رحله ممكن تقعد 100 سنه عادي. ويا عم نقول انك مش بتحب الاستكشاف، انت ممكن تبني قاعده وتستقر فيها وتخليها قاعده ضخمه، وتخلي مجموعه من الام بي سيز يساعدوك تهتم بيها وتبدا تجاره فيها عشان تعرف تعمل ثروه من الزراعه مثلا، او حتى تبدل الموارد بين المجموعات الشمسيه فتعمل برضك ثروه تانية. ولو مش عاجبك تكون يا عم مستكشف او مزارع او بناء او تبني مستعمره، يعني انت تقدر تبني سفينه ليك وتجوب بيها الكون كله وتحارب بيها القراصنه، او حتى تكون قرصان وتدخل معارك قويه جدا في الفضاء وتحارب على موارد نادره جدا وسعرها عالي قوي، او حتى تنضم للفاكشن بتاعك اللي انت هتكون من نفس جنسهم وتساعدهم وتنفذ مهمات كتير اليوم عشان تقدر تكون قائد اسطول سفن كامل بيجوب معاك الفضاء كله. بص يا جميل، انا عارف ان اللعبه بان ساند بوكس جيم زيها زي ماينكرافت، يعني لو مش عارف يعني ساند بوكس، لكن اللعبه ليها قصه مش كبيرة قوي، بس ليها قصة وقصة حلوة وقصة عميقة جدا. ملخص حقير جدا للقصة عشان بس اشرحها كده بسرعة، يعني انت بتكون كائن ايا يكن انت ايه، فاقد الذاكرة، نزلت على كوكب ما تعرفش ايه الكوكب ده، لكن في كيان ملكي، خلينا نقول ملكي عشان بس الكوفة وكده، بيحركك، يعني مش بيحركك بالظبط، يعني هو بس بيليد الطريق بتاعك، يعني لحد ما انت بتسمع كلامه او ما تسمعش كلامه اللي انت عايزه. اسمه اطلس. وانت مع مرور الوقت بتكتشف ان انت في محاكاه، وان الاكوان دي كلها او الكون اللي انت فيه ده كله مصمم عشان تكون محاكاه بس بسيطه، وانت مجرد مخلوق في نص المحاكاه دي. وده حرفيا احقر شرح يعني اتقال قصه اللعبه دي بجد. انا حاسس ان انا دمرت الدنيا باللي انا قلته، بس القصه فعلا عميقه جدا، عميقه جدا جدا جدا. وقصه فلسفيه قوي بشكل غريب، يعني حاجه كده زي سلسله افلام ماتريكس كده شويه الى حد ما، وبيبقى فيها خيارات حرفيا مرعبة. يعني من ضمن الخيارات دي انت ما هتتخير بانك تسيب حد محبوس في الفراغ او تقتله مثلا، حاجات زي كده بتبقى فعلا مرعبة. بس انتقادي الوحيد هو طالما حطيت قصة يعني بالعظمة دي وبالفلسفة دي، خليها حلوة، خليها حلوة للآخر يا عم، يعني ما تقرفناش.
ليه مثلا لما اجي اتحط في الخيارز اللي بقول لك عليه دون اتحط فيه بالمنظر ده؟ يعني ليه؟ انا مش فاهم. يعني ايه واحد بيسالني في هولوجرام والكلام تحت مكتوب كده واللغه بتاعته حرفيا عباره عن يعني ايه؟ يعني ايه ده؟ يعني طالما هتحط قصه، واحد بيسالني سؤال زي دون وانا هتخير وهضطر ان انا اجاوب او لا او ايا يكن عن الفكره، فاهم؟ خليها حلوه، حط لي سينيماتيك، حط لي حاجه امشي عليها، خلي الموضوع مؤثر شويه يا عم، حط لي حتى موسيقى تصويريه، اي حاجه. تمام؟ ده بجد انتقادي الوحيد. طالما هتحط قصه اهتم بيها. واللعبه بسم الله ما شاء الله بقى 9 سنين، يعني كان ممكن يعملوها في ابديت، اي ابديت معفن حرفيا كان ممكن يعملوا بيها كده. ده سينيماتيك اللي هو مفيش اسهل منه اساسا. الشكل اتعصبت شويه بس عشان فعلا ده انتقادي الوحيد. اللعبه غير كده ما فيهاش اي غلطه، بعيدا طبعا عن مثلا مشاكل ممكن تقابلك زي مشاكل البجات دي بتبقى نازله مثلا بسبب تحديث بايظ. زي كان عندي مشكله ان كل ما اقابل حاجه لونها اصفر في اللعبه الكارت الشاشه بتاعي يقف، وافتكرت في مشكله في الكارت، طلع في الاخر من اللون الاصفر في اللعبه. بس غير كده اللعبه حلوه جدا، غير مشكله ان القصه كان في ايديها تبقى احسن من كده، غير مشكله الكراشات اللي ممكن تحصل دي واللي بتحصل في اي لعبه عادي جدا، خصوصا لو لعبه من النوع اللي هي السرفايفل اللي بينزل لها ابديتات كل شويه. اللعبه بيرفكت، اللعبه حلوه جدا، اللعبه رائعه قوي يا اخي. حتى المالتي بلاير فيها رائع، بجد رائع. انت صاحبك بيكون عباره عن مخلوق في نفس العالم معاك كده، بس عايز تشوفه شوفه، مش عايز عنك ما شفته تتاجر معاه بقى، تحارب معاه، تحارب حتى ضده، اللي انت عايزه تعمله. هو بس بيكون مجرد اضافه زيه زي الام بي سي، هو حرفيا عباره عن ممبر معاك. عايز تهتم بيه ماشي، عايز تعملوا حاجه مع بعض ماشي، مش عايزين خلاص كل واحد فيكم في العالم. كل واحد فيكم يقدر هو يمشي يعني يمين في الكون وانت تمشي شمال، هو ياخد كوكب وانت كوكب، ممكن انتوا الاثنين تتقابلوا على نفس الكوكب بس ما يتعاملوش مع بعض. عجباني اول فكره دي، عجباني هو بيتعامل مع البلاير التانيين، عايز ان هم مش موجودين، عايز انت تتعامل معاه ماشي، بس ده اختيارك انت كبلاير، مش اللعبه هتجبرك عليه، او مش هتحس مثلا بفرق من غيره او بيه. الفكره دي عجباني قوي، اللعبه مدياك كامل الحريه بطريقه غريبه. بس عارف كل اللي انا قلته ده جميل مجرد بس ان انا بعرفك على اللعبه، لان الكبير لسه نازل في 27 اغسطس اللي فات دون. بس قبل ما اقوله لك وكده، انا اول مره يعني هطلب حاجه زي دي منك في نص الفيديو، بفكرك تعمل اشتراك ولايك لاني فعلا محتاجهم جدا. خصوصا اكتشفت ان 60% من اللي بيتفرجوا او اكتر من 60% كمان بيتفرجوا مش عاملين اشتراك. وممكن تعمل اشتراك عشان يوصلك كل جديد مني. انا فعلا بنزل حاجات حلوه جدا، وبفرح جدا بالناس اللي بتعدل عليا في الكومنتات او بتنتقدني او بتقول لي حاجه كويسه. بجد الحاجات دي بتبسطني قوي، فعايزك تحط لي كومنت تعرفني فيه رايك برضك. هل الفيديو ده عجبك؟ هل الحاجات دي بتعجبك؟ المراجعات بتاعتي بتعجبك؟ اسلوبي كويس ولا لا؟ الحاجات دي بتفرحني جدا، خصوصا ان انا برضك لقيت ان نو مانز سكاي محدش اتكلم عليها نهائي يعني خالص من 9 سنين، محدش اداها اي مراجعه، فحبيت ان انا انزل عليها مراجعه بحيث لو انت عايز تلعبها تلاقي حد يقول لك مميزات اللعبه ومساوئها في نفس الوقت. وغير كده اللعبه عامله 200 جنيه دلوقتي على اكس بوكس، فده حرفيا يا بلاش يعني. المهم نرجع تاني للفيديو، عشان في 27 اغسطس اللي فات زي ما كنت بقول لك اللعبه نزل لها تحديث عملاق حرفيا، خلى فيها حاجات بتخليني شايفها على انها لعبه من المستقبل بجد. اول واحسن وافضل حاجه نزلت هي الكورفد ستار شيب، سفن فضاء عملاقه تقدر تبنيها بنفسك، ودي ما كانتش موجوده قبل كده. دي مش مجرد سفينه فضاء زي اللي بتدخلها وما تشوفش حاجه غير بس الطريق ومؤخره السفينه لا مؤاخذه يعني، لا دي حرفيا سفينه ممكن تمشي جواها، تخزن موارد جواها، عباره عن قاعده متحركه تقدر تمارس فيها حياتك كلها عادي جدا. مدين للبلاير كامل الحريه انهم يبنوا سفنهم، لدرجه ان في ترند الناس عماله تعمل سفن وتنزل فيديوهات عنها او صور عنها، لدرجه ان في واحد عمل سفينه شبه سفن القراصنه من فيلم قراصنه الكاريبي. بجد اضافه ولا اروع انها تكون في نو مانز سكاي، حاجه تخلي كده في كميه ابداع مش طبيعيه. بعد ما كان الابداع في انك تبني القاعده بتبنيها طبعا باي حاجه انت عايزها، بقى في كمان في القاعده بتاعتك وكمان في السفن. ده غير طبعا ان ممكن تحط جوه السفينه غرف قياده او اوض نوم، مطابخ، اماكن للزراعه، يعني عيش حرفيا عيش. السفينه دي مش شيب او سفينه عاديه، لا دي ستيشن تقريبا. واحد يقول لي بس ليه يعني يكون عندي سفينه بالحجم ده وانا لوحدي؟ ما ممكن اعمل سفينه شحن لو الموضوع على التخزين يعني عم مسقل. اقول لك ساعتها مش هتشوف نظام الطاقم ده بيكون معاك في السفينه اللي هتبنيها يساعدوك، يعني بيكون معاك طاقم بيساعدوك فيها، سواء بقى هتضيف ايه في السفينه ايا يكن اللي هتحطه فيها، زراعه بقى، اهتمام بحاجات، موارد، اللي انت تحطه يعني. ولو مش عايز ام بي سيز خالص وهتحط اصحابك، عشان النظام المالتي بلاير بيخلي صاحبك قادر يدخل جوه السفينه عادي جدا ويلف براحته فيها كانها سفينته. انا عارف اني اتكلمت كتير قوي على النقطه دي، بس عشان دي حاجه اول مره اشوفها. فكره انك تخصص السفينه بتاعتك بالشكل اللي انت عايزه للدرجه دي بالطريقه اللي انت عايزها
كبلاير دي فعلا حاجه جامده جدا وعجباني قوي 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 بجد. تمام. ولو بلعب مثلا في سيرفر مليان ناس بجد، مليان ناس مثلا في على الاقل 1000 ممبر في نفس السيرفر بنلعب مع بعض، يخرب بيت المنافسه اللي هتبقى محترمه بين الشباب بجد ساعتها. بجد حاجه زي دي هتعجبني قوي. المهم مش ده موضوعنا، خلينا نخش في تاني حاجه نزلت وعجباني قوي، هي سبيس ووكينج او المشي في الفضاء. دي حاجه برضك اول مره اشوفها في لعبه بشكل عام. فكره انك تخرج وتمشي في الولا حاجه دي غريبه جدا. فكره ان اللي يحط لك اصلا مجسم قادر ان هو يتحرك في ولا حاجه، دي اصلا غريبه قوي، غريبه جدا اساسا حتى على برمجه الالعاب. فحاجه زي دي عجباني جدا. تمام. تقول لي ايوه بس معلش في الكلمه يعني ايه فايدتها؟ فايدتها ان مثلا انت ماشي في الفضاء، السفينه بتاعتك الضخمه دي دخلت في معركه او خبطت رشقت في حاجه كسرتها مثلا في جزئيه معينه، انت عايز تصلحها، اكيد مش هتصلحها من جوه يعني ويضيعوا كل التعب بقى والحاجات الجامده اللي هم حطوها دي، لا نكملها يا عم. تطلع بره السفينه تصلح سفينتك من بره كده وتعدلها وترجع تاني تخش. حاجه عظمه يخرب بيت الواقعيه، ايه العظمه دي بجد. وطبعا العظمه دي بيكون لها استعمالات تانية كتير، بس انا بحاول انجز لك الجزئيه دي عشان نخش في تالت حاجه. وبجد الجزئيه دي ابهرتني جدا وكان نفسي اجربها بالفي ار قوي، ويا بخت اللي عنده في ار ويجربها. الجزئيه دي هي السكاي دايف. دي بكل بساطه انت بتروح فوق اي كوكب، اي كوكب انت هتقابله في الطريق، وتفتح باب السفينه بتاعتك وتنط. يا بخت اللي معاه في ار يا جدعان، والله العظيم يا بخت اللي معاه في ار ويجرب التجربه دي وفي وش مروحه كبيره. يا لهوي. بص يا جميل، انطباعي بقى عن اللعبه دي انها جامده جدا، فيها حريه مطلقه، مفيش حدود او حاجز بيمنعك تعمل اي حاجه انت عايزها. عايز تركز على الزراعه وتتاجر فيها اعمل، عايز تركز على الكرياتيف وتبني تعيش كده زي التجار وتنقل البضائع الرخيصه الاماكن الغاليه، اقول لك يا بختك يا عم معاك فلوس كتير قوي. عايز تكون قرصان وتحارب السفن الضخمه وتستولي على كنوزهم، اقول لك خدني معاك والنبي. ده غير ان شركه هيلو جيمز اللي هي المنشاه اصلا اللعبه بتنزل تحديثات ضخمه جدا بشكل دوري للعبه وبتكون مجانيه، سواء توسعه في العالم او اضافات او تجربه احسن او حتى تحسين الجرافيك وتجربه البلاير بشكل اساسي. وانت هنا كبلاير، ورغم ان اللعبه ليها قصه في الاول، بس كل لاعب بيعيش تجربه مختلفه، كل لاعب بينزل على كوكب غير التاني تماما، في عالم مختلف، في اجواء مختلفه، في قصه مختلفه بتعيشها وبتصنعها بايدك. واظن واضح من ابداعات البلاير التانيين قد ايه فعلا دي تجربه ابداعيه بشكل رائع. المهم انا كده خلصت، وللناس اللي وصلت لهنا انا حابب بس اقول كلمتين كده لو تسمعني بعد اذنك. انا قناتي اسمها كينج سكال مش كينج البيون. انا لما اتكلمت عن البيون اونلاين كنت عشان اساعد الناس وبس، وكنت هنزل كام فيديو وهقف. تقول لي طب ليه كملت او ليه اصلا عملت كده من الاول؟ اقول لك لاني شفت قد ايه البليار الجديده في البيون الناس بيتعامل معاهم بطريقه حقيره، الا من رحم ربي طبعا، وبيتعامل مع الناس بطريقه سويه نفسيا زي الحراق او محمد مصباح ربنا يمسيه بالخير. وانا مش مستفاد بالقناه نهائي لان المشاهدات كده كده قليله، فما بيجيليش فلوس منها اللي هو يعني او حاجه اعتمد عليها في اي حاجه. حتى الديسكورد اللي فيه 5000 ممبر وساعات بيبقى فيها اكتر من مثلا 40 او 50 ممبر متفاعلين في نفس الوقت، انا مش بستفاد منه حاجه. انا حتى لما عملته انا عملته عشان الناس طلبت مني تعمل سيرفر للكوميونتي، اهتمامي بيه او الجيف اواي اللي بحطها عليه، الماركت اللي فاتحه هناك، الحاجات اللي بحطها هناك في كلها بتروح للبلاير او الناس اللي بتقعد هناك في السيرفر. انا فعلا انا حتى اقول لكم على حاجه، انا حتى مش ماسك السيرفر هناك، الادمن بتوع اللي هم اصحابي هناك هم اللي ماسكينه، انا بقعد هناك في مكان بتاعي اسمه القبر بس، فاهم؟ بس فانا حابب اوضح اني بحب الجيمنج مش البيون، وانا عادي ممكن امسح كل فيديوهات البيون دلوقتي ومش هتفرق معايا ابدا، لانها مجرد لعبه من وسط 1000 لعبه بلعبها كهوايه ليا، واني لو كنت كملت فيها كان عمر ما قناتي هتكبر، لان عدد بلاير البيون اول عن اخر في الوقت الفعلي 20000، والعرب كان يا دوبك 3000، وبسبب فيديوهاتي واعلانات اللعبه اللي كترت قوي في 24 طلعوا ل 6000 تقريبا، واني مهما زادوا انا كنت هخبط في سقف وكان عمر ما قناتي هتكبر. عشان كده انا حابب اتكلم عن محتوى كتير، سواء مراجعات العاب جربتها او جيم بلاي لحاجه بحبها وعايز اشاركها معاكم يعني، او قصه لعبه قريتها وعجبتني وحبيت اقول لك عليها مثلا قد ايه القصه دي حلوه، فانا حابب اكبر قناتي وعايزها تكبر اكتر من كده بكتير عشان تكون مصدر رزق ليا واستمر وانزل فيديوهات اكتر واكتر. عشان كده لو دي اول مره تشوفني، انا كينج سكال، شخص بيحب الالعاب جدا وشايفها هوايتي وبقدم محتوى متنوع على القناه. ولو انت عرفتني من زمان فحب اعرفك عليا تاني، انا كينج سكال بتكلم على العاب كتير متنوعه وحاجات كتير تخص عالم الالعاب مش البيون بس. ولو حابب تدعمني فاكبر دعم ليا الفتره دي انك تعمل لي اشتراك وشير ولايك وحط لي كومنت عرفني فيه رايك عشان ده هيساعدني جدا. والى اللقاء.